أنا من الناس اللي بعشق حاجة اسمها مدينة اسكندرية، فعشان كده هحكي لكم النهاردة عن كلمتين كانوا دايما بيتقالوا وسط الاسكندرانية زمان. تعالوا بينا نعرف ايه هما الكلمتين دول وايه حكايتهم. الكلمتين هما مثلا يقولك الراجل ده أبو أحمدات، والكلمة التانية يقولك الراجل ده فايس. الكلمة الأولى بنقول على الراجل ده أبو أحمدات يعني راجل جدع وبيقول الحق في عين الكبير وما بيخافش من أي حد. وعلى الأساس ده كل منطقة في اسكندرية كانت بتختار الراجل الجدع اللي فيها ويبقى فتوة المنطقة، هو اللي بيجيب حق الناس من بعض من غير ما يرجعوا للكراكون اللي هو اسم الشرطة حاليا. وتعالوا بينا بقى نعرف أصل كلمة أبو أحمدات جت منين أصلا. كان في واحد زمان اسمه عبد الحميد عمر أحمد، وكان اسمه شهرته حميدو الفارس. كان قبل الشهرة كفتوة معتمد من الكراكون كان اسمه عبد الحميد أبو أحمد. عبد الحميد الناس بقت بتندهه بحميدو، دلع عبد الحميد يعني. واتشهر في الثلاثينات والأربعينات في حي الأنفوشي، وكان راجل ضخم، وكان لما بيكون في خناقة تبع منطقته ما كانش بيستخدم أي سلاح، كان بيضرب بإيده أو بالدماغ اللي بنسميها روسية دلوقتي، وكان اللي بيضربه بيقع في ساعتها من شدة الروسية اللي بيديها له في دماغه. في الوقت ده كان بيبقى فيه مسابقات قوارب في المية، وكان بيشرف عليها وقتها الخديوي بنفسه. فقرر عبد الحميد في مرة إنه يشارك في السباق بين الأنفوشي والسيالة، وفعلا شارك وكسب السباق. فالخديوي حب يكافئه فرماله شوية ريالات فضة على الأرض، فرفض عبد الحميد إنه يوطي عشان ياخدهم، وده اللي خلى الخديوي ياخد موقف منه رغم إنه عارف كويس إنه فتوة قوي جدا. فطلب الخديوي في قصر رأس التين، فراح له عبد الحميد، وكان الخديوي عنده خادم نوبي وكان قوي البنية وضخم الجثة. فقعد الخديوي وطلب الخادم إنه يجيله، وطلب من عبد الحميد إنه يصارع الخادم وهو متأكد من قوة بنيان خادمه. وافق عبد الحميد على المصارعة، ومن بداية المصارعة ضرب عبد الحميد الخادم بالروسية فوقع مغمى عليه. فقام الخديوي وسلم على عبد الحميد واداله مبلغ من المال كمكافأة ليه، وأطلق عليه اسم الفارس، ومن يومها بقى اسمه حميدو الفارس اللي بيضرب أي حد من غير سلاح. وعشان كده لما يبقى في تحدي بين اتنين، واحد يقول للتاني تنزل لي فارس لفارس، يعني تصارعني من غير سلاح ولا نبوت ولا عصاية ولا مطوة، وتحول اسم عبد الحميد عمر أحمد من أبو أحمد لحميدو الفارس. فكانوا بيقولوا على الفتوة فلان أبو أحمدات، يعني كذا أبو أحمد في بعض، وده بيدل على قوة التعظيم في الشخص ده. نيجي بقى للكلمة التانية لما نقول فلان ده فايس بالضغط على الياه. الفايس ده يعني الراجل الفنجري اللي يفضل يطلع من جيوبه بكرم لحد ما تخلص ويقولك جيوبه فلست. والفايس ده كان معروف إن هو اللي بيروح يقعد على القهوة ويعزم القهوة كلها على مشروب، ويقول لصاحب القهوة مشاريب الناس دي كلها على حسابي. وأغلب الفايسة كانوا من اللي بيشتغلوا في معسكرات الإنجليز، وكانوا بيقبضوا كويس جدا، وعشان كده كانوا بيفنجروا على الناس في القهاوي عشان يكسبوا احترامهم وياخدوا لقب البهوية من الناس. ومن هنا جت كلمة فايس أو فنجري. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.